صباح الخير على الغاليين، كل سنة وانتم بألف خير. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وستر وراحة البال ان شاء الله. النهاردة هنعمل صينية كنافة، مفيش اجمل من كده. عملنا وصفات كتير، جلاش، كنافة، قطايف. يا رب كلها تنور رضاكم وتجربوا. نسمي الله كده ونصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نتابع الفيديو للأخير، ما ننساش نحط اللايك بتاعنا ونشوف بقى هنعمل ايه صينية الكنافة بالكريمة أو بالكريمة الكدابة ازاي. أول حاجة هنعملها، هنعمل مع بعض الشربات بتاعنا. تعملي الشربات الأول علشان يبرد معاكي ونشتغل بيه على طول. كوبايتين من السكر، ونفس الكوباية اللي معايرين بيها السكر هتعايري بيها المية. يبقى احنا حطينا كوبايتين من السكر، كوباية من المية، ظرف من الفانيليا، ربع معلقة صغيرة من الملح الليمون. لو ملح الليمون مش متوفر تقدري تحطي نص عصرة ليمونة ومعاها شريحة من الليمون أو شريحة من البرتقال، وارفعهم على النار وما اقلبش، ما تجيش يمتهم خالص غير ما السكر يدوب معاكي. تكون درجة الحرارة هادية، ما تكونش معلية النار عشان ما يتحرقش معاكي الشربات. يبقى ده الخليط ده يطلع معاكي شربات تقيل، وتسيبيه شوية يبرد، يبقى معاكي أحلى شربات للحلويات. تمام كده يا ست الكل، تمام. سيبها بقى، اول ما يطلع معاكي رغاوي من فوق كده ريم، بتبداي ان انت تشيلي الريم. بعد كده بيطلع فقاعات هواء في النص كده، تعرفي ان هو كده خلاص ميته قلت وتأثر معايا وتقل. ابتدي ان انا اطفي عليه، اعبيه عندي في برطمان او في علبة تلاجة وتبتدي تشتغلي بيه. معايا بقى كيلو من الكنافة، هعمل منه كذا صنف. باخد بقى كده، اجيب الكنافة من بره كده وابتدي احطها في الفريزر لغاية ما تجمد وتتلج معاكي، عشان نطلعها ونقطعها قطع صغيرة وتطلع ناعمة معايا. الله أكبر والعزة قدام لله وحده. تقطعيها وهي متلجة، ما ينفعش ان انت تطلعيها من الفريزر تسيبها تفك وبعد كده تقطعيها. لازم تقطعيها وهي متلجة عشان تطلع ناعمة معاكي زي ما حضرتك شايفة كده. وبعد ما نقطعها وننعمها، لو مش تعرفي تقطعيها كده بايديكي تقدري تحطيها في الكبة، بس الكبة ما يكونش ريحتها اي بصل او اي توابل او اي حاجة. هنسيبها بقى كده تبقى تاخد درجة حرارة المطبخ، ونروح نعمل الكريمة بتاعتنا. ده معايا كيلو من الحليب، تقدري تحطي نص حليب ونص مية. معايا كمان 4 معالق كبار من النشا، معلقة كريم شانتيه دي إضافية بقى، معلقة لبن بودرة إضافية، معلقة قشطة وش اللبن إضافية، إنما الأساس بتاعنا الحليب والإيه والنشا. يبقى 4 معالق كبار من النشا، ومعلقة من السكر، وكيلو من الحليب أو نص حليب ونص مية زي ما توفر عندك. تقدري تحطي لبن بودرة كمان. قلبت على البارد كل ده كله مع بعضه، وبروح أحطهم على النار وأقلب فيها بمضرب سلك كده طول ما انت واقفة. ما ينفعش تسيبيها وتروحي اي مكان، بتقلبيها كده. حطيت كمان معلقه من السمنه، ادتني تست حلو قوي. سمنه طبعا ريحتها حلوه، سمنه بلدي او مكعب من الزبده. وتروحي بقى على النار بقى، وهديت عليها النار حطيتها وبقلب فيها. جبت بقى الكنافه بتاعتي، وهحط عليها بتاع 3 معالق كبار من سكر البودرة. ايه فايدة السكر البودرة؟ اول حاجة بيديها لون حلو، تاني حاجة بيخليها متماسكة، تطلع معاكي قطع كده ما تطلعش معاكي فرولة. سكر البودرة بطحنه في البيت، ولو متعملي تطحنيه في البيت بتلاقيه معاكي خشن، تبداي تحطي له معلقة من النشا تطحنيه، بيطلع احسن من الجاهز كمان. قلبي بقى كويس جدا الكنافة مع السكر البودرة، جيبي اللي تحت فوق واللي فوق تحت عشان كله ياخد كله مع بعضه. طيب دي كمية قد ايه؟ ده نص كيلو من الكنافة، هيعمل معايا صينية ما شاء الله كبيرة مقاس 40. نص كيلو من الكنافة يعمل لي مقاس 40. مش عايزين الكنافة تخينة قوي، طبقة خلي تكون بقى تخينة، لا الكنافة في درجة عايزين حرارة الكنافة وسط. المطبخ، الديسك بتاعها كده اوعي يكون تحطي عليها وسط السمنة وهي عشان متلجة. الكريمة تبان في وسطها السمنة كده هتجرمز معاكي وتبقى ومش تبقى اللهم حلوة. بارك حلوة جبت جدا. صينية، والصينية دي مقاس 40، صينية كبيرة ما شاء الله. مش عارفة مقاس 40 38، المهم ان هي كبيرة. حطيت بقى فيها اول طبقة من الكنافة، بحطها كده بطريقة يعني ايه متساوية كده، بحيث ان احنا عايزينها قد بعضها، ما يكونش الديسك بتاعها عالي او الطبقة بتاعتها عالية قوي. تمام كده، بس مش عايزة الصينية تبان. انا هعملها وبعد كده ادكها، اتك عليها كده واضغط عليها ادكها. ولو في اي بقى قطعة كده باينه من الصينيه، الالومنيوم باين من الصينيه، هبتدي ان انا اعمل. وما تنسيش تعملي حروف للصينيه، ارفعيها كده زي ما انا بعمل للحروف كده عشان الكريمه ما تطلعش معاكي. تمام كده، تمام. الضغطة انا دي بعمل مهمة الحروف جدا، اهو. ما تقوليش لا اروح اجيب اعمل بقى بايديا صينيه وخلاص. عندك اصغر هرسة منها بطاطس بشويه تعملي بيها صينية زي ما انا ودكيها عملت كده، كده. اضغطي بصي عليها بقى، اي واعمليها حاجة بقى حرف. باينة كده من الصينية تبتدي ان انت تحط لها وتسويها. طالعة بسم الله ما شاء الله، والله ما بات منها، مش عايزة اقولك. جميلة جميلة جميلة، اعمليها وجربيها وعلى ضمانتي.
مش دي بقى صينيه الكنافه المنجزه بقى. بصي بقى كده انا عماله احط بقى كده واضغط بالصينيه، احط واضغط بالصينيه لغايه ما تديني ديسك حلو متماسك. بعد ما خدت بقى كده ما شاء الله، وما تحطلهاش مكسرات، مش بتحتاج مكسرات ولا اي حاجه. انا رحت جبت بقى كده السمنه بتاعتي السايحه، وابتدي ان انا اسقيها كده. طب انا ممكن ادعكها بالسمنه قبل ما ارصها، ممكن تدعكيها بالسمنه، بس الطريقه دي بتبقى اسهل واحلى. حطيت بقى كده قد نص كوبايه من السمنه كده وحطيتها. وما تخافيش برضو من كتر السمنه في الكنافه وفي الحلويات، بعد التسويه هوريكي ازاي تعملي معاها. طبعا كنت بعمل الفطار وعلقت عليه، وقلت الوقت الفاضي ده بقى ايه اعمل فيه صينيه الحلويات، علشان بعد الفطار نصلي التراويح ونحفظ بقى شويه قرآن، نقرا الورد بتاعنا، ويبقاش ورانا بعد الفطار حاجه الا شويه غسيل المواعين بس. دايما اعمل كل حاجه بدري كده، واقعد بالليل بقى كده اعمل الورد اللي عليا، وندي لربنا حقه. لو اننا لو عملنا ايه باللازم مش هنقدر نوفي ربنا حقه. ربنا يرحمنا برحمته الواسعه يا رب. نزلت بقى كل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الكريمه بتاعتي، شايفه بقى اهي، ما تقوليش هتقل كمان عن كده، لا كده حلوه جميله، لسه كمان هتاخد تسويه معايا في الفرن. بفرد بقى كده. كانت حلوه جدا، وكانت وسط، ولا كانت كتيره ولا كانت قليله، كانت حلوه يعني. كيلو الحليب ما شاء الله مظبوط قوي على الصينيه دي. سويتها كده زي ما حضراتكم شايفين، وطبعا سخنه. واروح بقى اجيب معايا بقيه الكنافه. طبعا شايفة الحرف اللي احنا عملناه ده، الكريمة بتاعتي ما طلعتش بره الحرف عشان ما تتحرقش معايا. بقى الحرف اللي احنا عاملينه بالكنافة كده ورافعينه على الجدران بتاعت الصينية، حجزت معايا الكريمة عشان ما تنزلش تحت في الصينية في الأرضية وتنحرق معايا. هبتدي احط بقى كده الكنافة على الكريمة من فوق، وارشها، بترشيها رش كده، وما ينفعش ان انت تضغطي عليها او تتكي عليها. هتتبص تلاقي الكريمة بتاعتك طلعت على الوش، وتيجي تسويها تتحرق معاكي، لانه طبعا حليب. بحط بقى الكنافة بقى، خدت مني نص كيلو كامل من الكنافة، والله حلوة جدا يا جماعة، جربوها مش هتسلوها خالص. تسوي الحروف كده بقى، يا اما بمعلقه او باي حاجه بتضغطيها من الحروف. واجيب بقى بقيه السمنه بتاعتي. دي كانت خدت مني كوبايه ونص من السمنه، لان الصينيه كبيره. حطيت كوبايه ونص من السمنه، دي سمنه كنت مسيحاها على بعضها، وعملت منها كذا شكل من الحلويات. وفصلت لكم الفيديو بقى حاجه حاجه، علشان ما يطولش عليكم وياخد منك وقت ايه طويل. حطيت السمنه كلها، ورحت شغلت الفرن بتاعي على درجه حراره 180. حطيت الشبكه في الوسط، وسبته يسخن معايا شويه. خدت معايا وقت قد ايه؟ خدت معايا من نص ساعة لساعة الا ربع. ما قتلهاش الشواية خالص. انا شغلت الفرن من تحت بس، وشغلت المروحة. طب لو فرن ما فيهوش مروحة، هبتدي تقدري ان انت تشغلي الشواية عليه. تمام. انا ما شغلت الشواية ولا حاجة، طلعت معايا بسم الله ما شاء الله. لو شغلت الشواية، بتشغلي الشواية بقى كده وتهدي عليها النار، وتلفي الصينية كل دقيقتين عشان تبقى لونها حلو معاك. الصينية بقى اللي انا كنت بعمل بيها، بتيجي امسك كويس جدا وهي لسه طالعه من الفرن سخنه، قبل السمنه ما تجمد فيه، وصفي كل السمنه الزياده. بصي ما تخافيش، ولا هتقع منك الصينيه ولا هيجرى لها اي حاجه. بتصفيت بقى كل السمنه الزياده هي نزلت منها. واروح بقى قبل ما تسقي الشربات، واروح اجيب الشربات التقيل البارد بتاعي، واسقيها بقى. حلوه جدا جدا جدا. وما تكتريش الشربات، خليها حلوه وسط كده، ما تبقاش مسكره قوي تجزع برضو ايه النفس. خلي الشربات بتاعها ده، الشربات بعمله وعبيه في البرطمانات اهو. هبتدي اخد منه قد ايه، ربع كوبايه كده، رشه بسيطه. إيه حابه تزودي براحتك انت، بس هي رشه بسيطه. وطلعت معايا زي الفل. خدت وقت طويل معايا؟ لا خدت وقت طويل ولا حاجه. بسم الله ما شاء الله، تحس ان هي ايه بتقب كده وبتعلى ايه معايا، وهي لسه سخنه وطالعه من الفرن. هسيبها تهدى شويه معايا، وابتدي اقطعها. ولو قطعتها وهي سايحه بتبقى روعه، واتاكلت وهي سخنه كده بتبقى اجمل واجمل. وبتسلم ايديكم وعينيكم، وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. حاجه كده بسم الله ما شاء الله. سبتها هدت بقى دقيقتين تلاتة كده، بس دي سخنه مولعه لسه. ونروح بقى نقطعها وناخد منها قطعه كده. ما شاء الله، تقطعيها بقى مكعبات بقى صغيره، تقطعيها مثلثات براحتك انت. انا هاخد قطعه من الحرف كده، قد سمبوكسيه كده، مثلث كده اهو. دي طبعا حته من الكريمه طلعت بقى من الجنب كده من على الوش، وانا بنزل السمنه اهي طبعا سايحه. وابتدي تطلعي بقى مقرمشه وطريه من جوه بقى، والكريمه سايحه فيها. كمان بقى لو حطيتي قطعه بقى متوفر معاكي قطعه جبنه موتزاريلا وحطيتها في الكريم، هتبصي تلاقيها بقى ادتك مطه بقى، اكنك جايبه من عند اكبر بقى حلواني واكبر شيف. بصي بقى سخنه،
نار كده. بسم الله ما شاء الله. بس بقى اللهم إني صائم، أنا كنت صايمة ما عرفتش أدوق معاكم. وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. دمتم بخير وعلى خير يا رب. أكون ضيفة خفيفة عليكم وتجربوا الوصفة. ما تنسونيش من اللايك، ولو ما اشتركتيش في القناة نوريني بالاشتراك، وأهلا وسهلا بيكم. دمتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.